السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا مكسخين واحنا متابعين واحلى جمعية في العالم هي الترجي الرياضي التونسي. لكن قبل نبدا الفيديو ارجوكم دعم جيم بارتاج وابوني في قناة يوتيوب ماكس بارتاج. خلي الفيديو يوصل. اليوم باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي كالعادة، وباش نحكيو على الانتدابات، وباش نحكيو زاد على اللاعب اللي فسخ العقد عادل بالطيب. لكن قبل ذلك الكل فعلوا كل جرس باش يوصلكم كل جديد، ومنستنى معناها اشتراكات منكم في كل قناة باش يوصلكم كل جديد فيما يخص الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة اليوم باش نحكيو على عادل بالطيب، وباش نحكيو على فسخ العقد بالتراضي بين الترجي الرياضي التونسي واللاعب عادل بالطيب، واتمنى له التوفيق. على خاطر الملاعبي من الاول تفاهموا معاه مفاهمه انه معناه بصح العقد باش يخلص بالدينار التونسي، باش يتقاضى الاجر بالدينار التونسي. لكن اللاعب من بعد اللاعب معناها بعد فتره معناها غير رايه وقال معناها يحب يخلص بالعمله الصعبه. لكن شكر الواعر والاداره والكل رفضوا الحديث هذا، على خاطر نمشيو على المعامله من الاول. كنت معناها باش تتقاضى وتخلص معناها بالدينار التونسي، كنت كي باش تغير رايك بين ليله وضحاها وتحب تخلص وبالديفيز. بالنسبه لنا ما يساعدناش، على خاطر الترجي التونسي انت لاعب تونسي ولازم تتقاضى بالدينار التونسي. هذه ابسط شيء، وهذه الكل وضحته معناها اداره الترجي الرياضي التونسي في بلاغ هبطته في الصفحه الرسميه معناها. وهذه من عدة من الأسباب اللي خلت الترجي الرياضي التونسي تفسخ العقد مع عادل بالطيب. حاجة الباهية اللي عجبتني ياسر في البلاغ هذا إنه الترجي الرياضي التونسي معناها أكدت إنه القرار تم وديا وبالتراضي مع احترام اللاعب، مع تمنيات النادي له بالتوفيق في مسيرته القادمة. وهذه حاجة باهية ياسر. نمشيو لللاعب ينجم يكون بديل لعادل بالطيب بنسبة كبيرة، انه اللاعب مقرب ينجم يكون بديل لعادل بالطيب، لكن فماش حتى شيء رسمي لحد الان. تبقى الكل توقعات، هذه كلها تبقى الكل معناها اقتراحات، تبقى حاجه غير رسميه انه معناها الملاعب ينجم يجي للترجي التونسي، الملاعب اللي خموا فيه في البروفيل هذايا. وهل الترجي تمشي للسوق اللاتينيه ولا لا؟ لحد الان فماش حتى شيء فيما يخص السوق اللاتينيه، لكن فما ملاعبي تونسي دولي ينجم يعوض عادل بالطيب، وهو لاعبي ممتاز جدا وملاعبي عنده امكانيات كبيره اللي هو حازم المستوري. هل حازم المستوري ينجم يقدم اضافه للترجي التونسي وينجم يجي ويقدم الاضافه؟ بالنسبه لي انا ملاعبي ممتاز جدا وتفرجت فيه مع الاتحاد المنستيري، قدم مستوى ممتاز. وايضا مع المنتخب الوطني التونسي ضد هولندا سجل هدف. وايضا رغم اللي فان دايك وعده مدافعين لكن سجل هدف حازم مستوري. وايضا ضد البرازيل بالمدافعين نتاعو البرازيل سجل معناه حازم مستوري هدف ضد المنتخب البرازيلي. وهذه حاجه باهيه تاكد الملاعبي عنده كاليتي باهيه، خاصه على مستوى الرأسيات والاداء اللي التحركات نتاعو في الملعب. حازم المستوري بالنسبه لي انا، بالنسبه لحازم المستوري المعلومات الحاليه هو الطول نتاعو 191 ويلعب مع دينامو، يلعب زاد مع الاتحاد المنستيري وسجل 16 هدف في 28 مباراه بالدوري التونسي. المستوري 191 يعطي الترجي حل مختلفا داخل منطقة الجزاء، خصوصا أمام الدفاعات الإفريقية القوية. اللاعب الهوائي طوله يجعله خيارا مهما في الكرات العرضية والكرات الثابتة، وهذا قلت عليه أنا وأكدت عليه. التحرك كمهاجم محطة، يستطيع تثبيت قلبي الدفاع، استقبال الكرة، فتح مساحات القادمين من خلف، وذا بروفيل تلوج عليه الترجي التونسي. التحرك كمهاجم محطة، الانهاء ارقامه على المنستير تؤكد انه قادر على التسجيل بانتظام وليس مجرد مهاجم طويل. 16 هدف في موسم واحد بالدوري، رقم يستحق التوقف عنه. كيف الثقة أمام الكبار، المنتخبات الكبار، إنه معناها ثقة كبيرة معناها اللاعب هذا إنه سجل أمام هولندا وسجل أمام البرازيل. مهاجم ليس سريع، ومهاجم معناه نقول يعتمد أساسا على المساحات، يحتاج إلى خدمة جيدة مع الأجنحة وصانع الألعاب حتى يستفيد الترجي من قوته داخل المنطقة. إذا كان ريجي كام يريد مهاجم يتحرك كثيرا خارج المنطقة ويشارك في البناء، يجب تقييمه من هذه الزاوية قبل الحكم النهائي. وحسب الإعلاميين اللي فما معناها تحرك تجاه هذا الملاعبي باش ينتدبوه، إن شاء الله يقع انتداب الملاعبي، وإن شاء الله الترجي التونسي تخمم في الملاعبي ذا بنسبة كبيرة. والترجي دولة احنا مكشخين واحنا متابعين، وارجو منكم تدعمونا بك جيم بارتاج وابوني في قناة يوتيوب، احنا مكشخين واحنا متابعين. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو بنسبة كبيرة. الى اللقاء.